ثانيه وقف. حطينا الكشك ده في الشارع، اي حد ممكن يدخله. بشكر الناس اللي هنا اللي بيقوموا بالليله دي او بالجو ده ان اتاحوا لي الفرصه ان اتكلم افضفض شويه. جوه الكشك سالنا الناس سؤال واديناهم دقيقتين، دقيقه يردوا على السؤال ودقيقه يقولوا اي حاجه في نفسهم، اي حاجه. علشان خاطر ربها هنكمل المشوار. على فكره الكشك ده هتلاقيه بيلف في كل حته في مصر، وممكن تصحى من نومك تلاقيه واقف تحت بيتكم او في الحته بتاعتكم. جوه الكشك هتشوف وتسمع فعلا المصريين الحقيقيين. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. سؤال حلقة النهاردة: أنا اسمي رحمة. وأنا اسمي روان. وأنا اسمي مايا. وأنا اسمي آية. سناء حمزة، مديرة التعليم الثانوي بإدارة العبور. المشكلة في مناهج التعليم ومقررات التعليم إن هي حاجة عقيمة، واللي بيدرسوها بطريقة تلقين مش طريقة فهم. يعني أنا في الكلية بدرس المنهج من منظور كتاب، أنا ما بستفدش حاجة، أنا بحفظ كلمتين 3 باجي ساعة الامتحان بحطهم. احنا دايما بننسى حد مهم جدا في العملية التعليمية اللي هو المدرس. أنا أرى إن النظام التعليمي في مصر لكي يتطور لابد أن يشارك فيه القطاع الخاص. الكلام ده ضد، أنا عارف ناس كتير قوي هيرفضوه بالذات الاشتراكيين، بس أنا ضد مجانية التعليم. احنا عايزين الجامعات تطلع لنا مدرسين عندهم ضمير يدرسوا المادة اللي موجودة جوه الكتاب، مش يقولوا قشورها. قولي لنا يا نغم، قولي لنا انتي عندك كام سنة وموهبتك ايه وعايزة تطلعي ايه؟ نفسي أطلع مهندس ديكور عشان أفيد بها البلد وأساعدها إن يكون شكلها أحسن من كده. نفسي أبقى دكتورة عشان أعالج المرضى. نفسي أطلع جيش عشان أحميها من الحرامية. وأنا عاوزة أكون طيارة عشان أودي الناس بالطيارة بسلام وأخليهم أنزلهم بلد وهم مطمنين. أنا نفسي لما أكبر أطلع ضابط عشان أحمي الناس من البلطجية اللي طلعوا بعد الثورة. مصر هي أمي، وطبعا أمنا كلنا يعني. القانون اللي أنا عايزه إن لو حد خالف قوانين المرور يتسجن. بحكم معرفتي بالتحديات اللي بتواجه الموارد المائية في مصر، فأنا هقول القانون دوت هو قانون يعني يلزم الناس باستخدام كمية مية محددة. كنت عايز أتكلم عن اختراع قانون اسمه منع الرخامة. القانون الأولاني هو يكون خاص بحرية اختيار الدين، بمعنى ان احنا كلنا بنتولد مثلا لو من عيله مسلمين بنبقى مسلمين، لو من عيله مسيحيين بنبقى مسيحيين، ويهود وهكذا. انا القانون اللي عايزه اخترعه انه الغاء الثانويه العامه. ممكن يبقى فيه بديل اللي هو امتحانات القدرات، يعني انا عايزه ادخل كليه معينه يبقى امتحن وادخل، لكن الامتحانات بتيجي على الطلاب صعب قوي والطلاب نفسيا بيبقوا متدمرين يعني. دلوقتي بقى قول اللي في نفسك. هذا البرنامج برعاية بيك رولز وبيك ستيكس. اسمي أحمد يحيى حجاب من محافظة شمال سيناء. نفسي أبقى مذيعة مشهورة، أقعد أول يوم كده في البرنامج معكم النهاردة ريهام رمضان، البرنامج الحياة فيها إيه؟ إيه رأيي بقى في النواحي السياسية؟ مفيش تعديل في البلد. ليه النهاردة كل يوم أنا بعمل اعتصام؟ ليه؟ ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. يعني أنا شايف إن حل المشكلة من النهاية في القصاص. وأنا كشاعر هقدم حاجة كده اسمها مصر بتحتضن. محدش فكر ينقذها لغاية اللحظة اللي احنا فيها دي. أحب أقول لكم إن مصر خلاص كلنا خدنا بإيديها، وجي الوقت اللي هي بقى هتاخد فيه بإيدين ولادها. إيدك وإيدي وإيدينا كلنا. ولسه برضو في بطالة وناس بتاكل بالزبالة، واحنا مكاننا زي ما احنا، نكذب لو قلنا نجحنا وكأني لا صرت ولا ضحية. مصر محتاجة أما أسمع أغنية أم كلثوم أنا تاج العلاء في مطلع الفجر يعيط. مصر محتاجة حد لما يسمع الطوف بجنة ربنا في بلادنا يلاقي دموعه نازلة
من غير ما يحس، من غير تمثيل. رأيك ايه في اللي هو اللي بيحصل في البلد الأيام دي؟ رأيك الدستور الأول ولا رئيس الجمهورية الأول؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكاراتيه الدولي، واحنا معانا الحزام الأسود. رئيس الجمهورية الأول بعديها الدستور. غلط، عشان المفروض لما نعمل الدستور الأول عشان لما رئيس الجمهورية يجي يمشي على الدستور. صح. وأنا بوجه نصيحة للأمهات، يعني ما يخرجوش ويسيبوا أبنائهم وهم نايمين، ما يصحش كده. احنا ما بنخافش خالص، بصوا لا يعني بنتك تصحى تكون قلقانة عليكم وقلبها عياط. الأمم الأوروبية اليورو كان بيقول لك البنات زي القمر وحلوين واحنا ما عندناش حد. عايزه اقول لكم على حاجه، احنا لو رحنا لابسين زي اللي هم لابسينه ثانيه واحده هيقعدوا يعملوا لنا. احنا لما بنروح الاستاد مع صحابنا يقعدوا يقولوا لنا البسوا اوسع حاجه، البسوا مش عارف ايه. طب ليه؟ الموهبه بتاعتي الاغنيه اللي هي اغني اغنيه فيها حاجه حلوه، حاجه حلوه بينا، حاجه بتخليك تثبت فيها سنه. مصر هي الصبح بدري، مصر صوت الفجر يدن، صوبيا فول طعمية كشري، توم بطاطا سخن جدا. مصر أول يوم العيد، عيدية بومب ولبس جديد. There was a magic kingdom once upon a time. The king and queen were happy and life was very fine. سلام. باي باي. خلصنا يا عمو. يا حاجة برا. خلاص. ما قلنا لهمش يعملوا كده بس هم عملوا كده. بيك رولز وبيك ستيكس مش قرمشة على الفاضي. انا شايف ان الفقير ده حقه بيضيع. دلوقتي انا لو جنبي واحد فقير، لو داخل مكان مثلا، لو داخل النادي، هتلاقي الناس بتعاملني انا كويس وتعامله هو وحش. يلا يعني امشي من هنا. حاجات المفروض يا مصري، انا مصري وهو مصري، ما هو يعني ده ممكن يكون احسن مني كمان. احنا لازم نحمي بلدنا ونكون مستعدين ساعتها، وانا واصحابي هنكون شجعان وهنحافظ على بلدنا كلها. فكرة حلوة والله، كل الناس بتقول في نفسها طلعوا. مؤتمر اعلامي بنوضح فيه حقائق، اطفال شارع اعترفت انتوا قتلتوا حلم سابق، عبيتوا مولوتوف ازاي تدافعوا عن نفسكم، التزمنا اقصى درجة ضبط النفس فثبتوا ما حدش منكم مات، دي صور من اللي فات، مفيش بنات تتعرت احنا اجرينا احتياطات. نفسي مصر دي تبقى اعلى بلد، انا مش عايزه اشوف بلد تانية اعلى من مصر، عشان مصر هي امي.